عارف ايه اللي بيبوظ اي خطه بيزنس ايفن حتى لو الفكره جامده؟ انك ما تعرفش مين معاك جوه ولا بتبيع لمين بره. تعال نتكلم بشكل عملي. اداره قالت عايزين ننزل منتج خلال 3 شهور، الاو بي اس قالوا محتاجين اي ار بي يكون جاهز، الماركتنج قال لك فين الرساله، والفاوندر مستعجل على النتيجه. كل واحد بيتكلم صح لكن مفيش خريطه مسؤوليات واضحه. وهنا بقى بيجي دور الراكي والستيك هولدر دماغ. طب مين دول الستيك هولدر دماغ؟ مين ليه علاقه بالقصه دي جوه وبره؟ بعدين نوزع ادوار الراكي. ريسبونسبل المسؤول عن الشغل فعليا، اكاونتبل صاحب القرار النهائي، وكونسلتد اللي بنستشيره، انفورمد اللي بنبلغه بعد التنفيذ. ما تيجي نقولها بقى على مثال حي. ماركتنج مانجر ده الريسبونسبل، السيلز دايركتور ده الاكاونتبل، ليجل الكونسلتد، الفاينانس الانفورمد بقى. من غير الراكي بتلاقي كل الناس شايله وفي الاخر مفيش حد مسؤول بعينه عن حاجه معينه. احنا كده عرفنا مين معانا جوه، بس بره العميل لما تسال شركتكم بتعمل ايه اصلا، لازم يكون عندكم بيزنس موديل ناريتيف مش ارقام بس. والبيزنس موديل قصه بسيطه خالص. هو مين عملائنا الاساسيين؟ وات القيمه اللي بنديها لهم، الفاليو بروبوزيشن. هاو ازاي بنقدمها، او بي اس، تك، بارتنر. واي الميزه التنافسيه بقى، ليه الحل بتاعنا مختلف؟ وير فين بيتقدم، على تشانلز ولا على السوق في الارض؟ تعالى نتكلم بشكل عملي ملموس. احنا بنساعد اس ام بيز يزودوا مبيعاتهم عن طريق سي ار ام بسيط وسهل الدعم، بيوفر وقت التيم 30% ومتوفر منه ساس اونلاين. لاحظت مفيش فاينانس ولا ارقام، بس في قصه مفهومه لاي عميل او اي بارتنر. تعالى بقى الخص لك الكلام ده كله. الراكي بيحدد جوه مين مسؤول، والبيزنس موديل يوضح بره للناس احنا ايه وبنعمل ايه. الاتنين مع بعض يربطوا الداخل والخارج، ومن غيرهم الشركه تفضل دوشه بقى. وجي دورك بقى ارسم راكي لاخر مشروع اشتغلت عليه ان شاء الله في ورقه حتى، واكتب بيزنس موديل ناريتيف لشركتك. وات، who, why, where, when. سيب اول جمله في الكومنت ونرجع عليها الحلقه الجايه. ولو عجبتك الحلقه ما تنساش اللايك والفولو والشير لعلنا نستفيد. سلام.